هي لو ما كانتش جوسي كده والبشاميل بينهار فيها ما تتاكلش بجد. دي اجمل واحلى طريقة ممكن تعملوا بيها المكرونة البشاميل. اعملوا سيف للفيديو، تعالوا نبدأ في الوصفة على طول. هنعملها كلها في خطوة واحدة. اول حاجة هنا هسلق 700 جرام من المكرونة، هسلقها نص سلق. تعالوا لحد ما المكرونة تتسلق نعصج اللحمة بتاعتنا. نزلت بمعلقة من الزيت عشان اللحمة بتاعتي لين مفيهاش نسبة دهون خالص، وعليها بصلاية مقطعة صغنن كده. هدي البصلاية تشويحة بسيطة على نار متوسطة وهنزل باللحمة على طول، مش هحمر البصلة ولا اي حاجة. نزلت هنا ب 500 جرام من اللحمة عندي كانت مجمدة بس مفيش مشاكل عشان انا مستعجلة كالعادة. غطيت الغطا واسيبها تفك على نار هادية لحد ما اللحمة تفك. هنحضر البشاميل، ودي اهم مرحلة عندي في المكرونة البشاميل، دي اهم فقرة فيهم. خدوا بالكم كويس جدا من اللي هقوله عشان البشاميل يطلع معاكم مظبوط. لكل معلقة من الدقيق معلقة من السمنة او الزبدة، او ميكس ما بين الزيت والسمنة او الزيت والزبدة. انا عملت ميكس ما بين الزيت والزبدة. دلوقتي انا هحتاج للصينية بتاعتي 2 لتر من الحليب. ال2 لتر ليهم 8 معالق من الدقيق، يعني لتر الحليب ليه 4 معالق من الدقيق. اهم حاجة تظبطوا الميكس ده ما بين السمنة والزيت او الزبدة والزيت. بصوا هقرب كمان اكتر من الكاميرا، لازم البشاميل يبقى كريمي كده، ودي اظبط طريقة حرفيا للبشاميل. ودلوقتي هنزل بلتر ونص من الحليب ونص لتر من المية او الشوربة. انا مش متوفر عندي شوربة، نزلت بنص لتر تاني من المية. يعني الصينية ليها 2 لتر من الحليب او ميكس ما بين الحليب والشوربة او الحليب والمية. مع استمرارنا في التقليب بالويسك بقى على نار هادية. هنا اللحمة بتاعتي كانت اتفكت خلاص، نزلت بملح، فلفل اسود، 7 بهارات، معلقة من الصلصة الدايركت، سنة من القرفة، ربع معلقة من القرفة، وما تزودوش منها عشان طعمها بيبقى حاد شوية، بس برضو بتدي للحمة طعم جميل جدا. جزراية مبشورة، ممكن طماطماية متقطعة، فلفل الوان، اي حاجة. كل الحاجات دي بتدي طعم جميل جدا للحمة. اي حاجة متوفرة عندكم عايزين تضيفوها اللحمة ضيفوها. وهنا البشاميل بتاعي كان تقل وقوامه بقى كريمي. نزلت بملح، ما تكتروش ملح، فلفل اسود، 1 مكعب مرق الدجاج، عشان طبعا انا ضفت ميه ما ضفت الشوربه. هنا معايا بصلايه فتحتها فتحه كده بالسكينه، وفيها 5 عيدان من القرنفل، سوري، 5 عيدان من القرنفل. بتنقل البشاميل في حته تانية بجد. كده بقى خلاص انا خلصت كله، البشاميل واللحمه عصقتها والمكرونه كمان حطيتها في مصفى وسبتها تهوت. نزلت بمعلقة من الزيت في الصينية عشان الصينية بتاعتي ألمونيوم، ولكن لو بايركس مش مشكلة زيت. 5 كبشات من الشوربة، ونزلت بنص كمية المكرونة. دلوقتي نزلت بكمية اللحمة كلها وزعتها في الصينية كده، وعليها نص كمية المكرونة التانية. بالمناسبة أنا ما بحبش أحط الجبنة الموزاريلا أو الشيدر على وش الصينية عشان بتتحرق، فحطيتها في النص قبل كمية البشاميل التانية. خدوا بالكم، شيدر او موزاريلا المتوفر عندكم. هنا بضايه، معلقه من الصلصه، ورشه فلفل اسود على باقي كميه البشاميل. الناس اللي ما بتحبش طعم البيض في الاكل استغنوا عن حته البيض دي. بقى معلقه من الصلصه عليها رشه فلفل اسود، وغرقوا الصينيه بشاميل على قد ما تقدروا. دخلتها الفرن على درجه حراره متوسطه على الرف اللي في النص. شغلت الشوايه والارضيه الاتنين مع بعض، بقبقت كده 10 دقايق وخدت لون من فوق. بعد 10 دقايق فورا خرجتها. بصوا انا لو ما كانش البشاميل حرفيا بينهار فيها كده ما بحبهاش خالص. حرفيا يا جماعة المكرونة خطيرة في حتة تالتة. جربوها بجد على طريقتي وهتدعولي. لو عايزينها تطلع متماسكة سيبوها 10 دقايق تبرد.